كانت بترعاها تركيا دي تعثرت ايضا ويمكن لقت تحديات كثيره جدا. ليه؟ طيب ايه اللي بيأهل مصر ان هي تقوم بهذه المركز ده حقيقي؟ هي الحبوب. مركز لوجستي يتمتع بكثير من المقومات اللي بتؤهلها ان تكون مركز لتبادل وتخزين الحبوب، حتى لا يتعرض العالم لأزمة جوع شديدة او لا يتعرض العالم لأزمة في الحبوب زي ما شفنا في السنتين اللي فاتوا. الحقيقه يمكن لو هنتعرض لكل هذه المقومات اللي بتميز الدوله المصريه، هي دوله محوريه في موقعها الجغرافي ما بين 3 قارات، تتميز ببنية تحتية قوية، ويحق لنا اليوم أن نقول أن مصر لديها بنية قوية تحتية عن طريق شبكة الموانئ اللي موجودة في كل الموانئ وكل السواحل المصرية، وأيضا حتى الطرق الحديد أو طرق البرية والشبكة السكة الحديد اللي بتربط وبتخدم على هذه الموانئ. فإذا مصر بتتمتع بكثير من المقومات، المكان الجغرافي وأيضا البنية التحتية وقدرتها ووجود الموارد والبشرية والكوادر المدربة على تخزين هذه الحبوب. لسه كنت بقول لحضرتك احنا كانت بتواجهنا مشكلة مهمة جدا في تخزين القمح، ان يكون هناك سعة تخزينية محدودة نتيجة لحشرة القمح او انه بتتعرض هذه المحاصيل للتلف. ولكن دلوقتي بالصوامع الجديدة وبقدرتها التخزينية والسعة التخزينية الكبيرة اللي وصلت لأكثر من 6 مليون طن، اصبح لدينا القدرة ان احنا نعمل تخزين لهذا يمكن البذرة الاستراتيجية المهمة جدا.